سادتي آنستي سادتي، أسعد الله مساءكم، وإلى حضراتكم تخليد يوم عودة الشيخ أحمد أوبامبا من الهجرة الجبرية بعد سنوات من الضغوطات ومواجهة المستعمر حرصا على تمسكه بدينه الإسلامي. الشيخ أحمد أوبامبا ولد بالسنغال عام 1853 وتوفي يوم 19 غشت عام 1927 بمدينة دوربيل. وإذا أردنا تعريفه تعريفا كاملا فهو أحمد بن محمد بن حبيب الله المرقب بخادم الرسول صلى الله عليه وسلم. قضى حياته كلها في التعلم والتعليم ومواجهة جميع تحديات وضغوطات المستعمر. كان ذو قلم حاد وبصيرة بينة، مما ساعد الأجيال التي خلفته بالتمسك برأيه المبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وهو مؤسس العام والوحيد للطريقة المريدية التي أسست برأيه الشخصي، مما أدى لتابعيه إلى تخليد هذا اليوم الذي يعكس الأنظار والقلوب إلى مرجع تاريخي قديم. كما سيتم تخليده في كل سنة وفي معظم دول العالم من طرف أتباعه الأوفياء الذي ينمون هذه الفكرة المبنية على السخاء، العطاء، تلاوة القرآن وذكر قصائده غناء وفرحا. فالجالية السنغالية المتواجدة بالمغرب ستخلده كما خلدته كل سنة طبقا للأصول التي بنيت عليها هذه الطريقة المريدية. World Media Events قررت بأن تعطيكم جميع المعلومات تبعا للآثار التاريخية لهذه الشخصية العظيمة، وذلك أثناء تغطية المناسبة التي ستنظم بالمغرب يوم 8 نوفمبر بقاعة احتفالات ريان أمام ملعب العربي الزاولي المنظمة عالميا من طرف أتباعه الأوفياء.